حسن حسني. انا صحفي وعضو جمعيه عموميه هنا وعضو جمعيه عموميه في نادي الزمالك، والمفروض ان هو لما يتكلم نحترمه ونسمعه، لكن نقول ممول دي بقى ده بقى النهارده عندك دليل ان انا ممول وبتكلم عشان انا ممول من اي جهه تقدم دوت، لكن ما تقولش ممول كده على الفضائيات بالطريقه دي على من الظاهره الصوتيه او ايا كانت، يعني لانه خدع الزملاء الصحفيين وكلف، وهذه جريمه اخرى، انه يكلف موظفين النادي على مدار 48 ساعه يكلموا اكثر من 1200 صحفي ويقولوا لهم رئيس النادي عاوزكم بكره ضروري عشان يعمل معاكم لقاء ويتكلم على مش عارف كذا وكذا وكذا، في كلام صبياني ورخيص، ان هو عشان يكسر القرار. الكلام ده كان بعد صدور قرار المجلس ب 48 ساعه، عشان يكسر القرار ويقعد مع الصحفيين غصب عنه. المفروض ان انا النهارده لما اجي اتكلم عن رئيس نادي الزمالك او نادي الزمالك او المجلس نادي الزمالك او كده، احضر حد من الناس اللي موجودين كمجلس واحضره وابتدي اتكلم معاه، بحيث ان انا لما اتكلم حاجه هو يرد عليا، يبقى كده في منتهى الانصاف ومنتهى الحياديه. لكن انا اتكلم واتريق واقول امثله مع المفروض ما تتقالش في مؤتمر صحفي واتكلم بالطريقه دي، وفي الاخر خالص لما حد يتكلم يقول له انت ممول، ده ما ينفعش. انا اسف. واللي حضر بشهاده الزملاء، وده موثق على فكره في قنوات وطنيه، ان حضر عدد لم يتجاوز ال 50 او 60 شخص. انا هقابل نقيب الصحفيين الاول قبل ما اعمل اي اجراء، لان برضه نقيب الصحفيين بيعمل مغالطات، المفروض انه يبقى عارف كويس قوي ان مش اربعه هم اللي حضروا مؤتمر مرتضى منصور، 420 صحفي موجود اساميهم، ما يقعدش احول اربعه وما اعمل لهمش حاجه. طب ما انت النهارده شايف ان ده في خلاف، ان الاربعه دول راحوا على خلاف اجراءات النقابه او اسلوب النقابه او قانون النقابه، حاولوا ال 420 كلهم، ما تحاولش اربعه بس. ايه؟ الاربعه دول مش هتحاول مجلس اداره المنطقه الصحفيين يا زميلي انت اتكلمت ان حضر مؤتمر صحفي في اي حته، انت اتكلمت في عداء شخصي بينه وبينه، انت اتكلمت، فلو سمحت عشان عمل شرعي وصحفيه وقال عليا كلام وحركه كل واحد بيسمع من هنا ويفوت من هنا ويفوت من هنا. لا انا مش هفوت بس كده. عشان كده سأطبق القانون في هذا المجلس على اكبر راس مش من حق في هذا النقاش، مش من حق هنطبق القانون كاملا. احنا مش عيال صغيره. احنا ما قلنالوش، احنا قلنا له ايه؟ قلنا له يا اما ناخد حقنا في التقاضي يا اما تيجي تعتذر لنا بنقابه الصحفيين. لا هو مش عايز يعتذر. انا لا شتمته ولا جبت همه. يجي يعتذر. القانون لما شعرت ان كلمه تطبيق القانون بتمس حضرتك، فالمثل بيقول يكاد المريض ويقول احنا بلغات شخصيه وحكومه مقرره، بلاغ شخصي احنا هناخد حقنا، ومع ذلك النقيب برضه حتى حاول يتدخل عشان الاعتذارات، قال له يجي يعتذر النقابه والموضوع ينتهي. انا بقول لحضرتك قدم ملفات دوروا على كل الصحفيين من 8 سنين حوار فين قانون الدوري المعلومات الامتحان في كل حته وبتتشحن في كل حته. حضرتك اشمعنى بتتكلم دلوقتي على نادي الزمالك؟ الصحفيين بيتكلموا كل يوم وبيتكلموا. انت كده بتخالف نظام النقابه. انا ما بتكلمش، انا بتكلم بص انا بقول ان انا تضطرناش لاتخاذ اجراء، ما تضطرناش يعني ايه مرتضى منصور الزمالك مرتضى في كل حته في الشارع في كل مكان، الامتحان في كل وزاره. شكرا لحضورك على المساعدة، شكرا لحضورك على الاساس. يا زميل اذا كنت اتهمت في وزاره في اي مكان ولا تبدا نقابتك فستحق الاهانه. النقابه مش واقفه جنبك، النقابه هي تعرف الناس بتعمل ايه؟ هو 8 سنين 4 سنين اديت دورك المطلوب منك. احنا مين اللي مش رمادي ده؟ حضور المشاريع اديت دورك المطلوب منك. ايوه اللي مش رمادي ده. اديت دورك وكفى بينك، انت وقفت. اولا الاستاذ ما قالش كده. لا انا ممول، انا انت واخد فلوس من مين؟